بصيت انت اي فرقه هتخش تلعب قصاد النادي الاهلي هتلعب الهجمه المرتده، تمام. ففكره الهجمه المرتده ان انا بعتمد على لعيبه عندها سرعات عاليه، تمام. احنا ما كناش شايفين ده النهارده موجود، ولا في محمد الشامي، ولا في عبد الرحمن مجدي، ولا في احمد مدبولي. فانت كنت شايف ان الاسماعيلي اساسا داخل يلعب بطريقه لعب مش مناسبه للثلاث لعيبه اللي موجودين عنده، تمام. لكن انت قلت مثلا انت هتبتدي باللعيبه دي وتخلي في اوراق رابحه عندك على الدكه. انا مش فاهم ليه تبديله ياو انور او ياو النور اتاخرت كل ده في المباراه، مع ان اللاعب لما نزل شكل خطوره على النادي الاهلي، تمام، وشفناه متواجد في 18 النادي الاهلي بشكل كبير جدا. لكن انت شفت ان تاخر التبديلات من الكابتن حمزه الجمل هو ده اللي سبب مشكله عند الاسماعيلي اساسا. ان انت بتلعب على الهجمه المرتده قدام فريق مفيش حد يقدر يخترقه او يلعب عليه استحواذ غير مثلا سان داونز. هي دي الفرقه الوحيده اللي قدرت تلعب استحواذ في الموسم ده كله على النادي الاهلي او على مارسيل كولر، تمام. فانت كده كده خسران الكوره ولاعيبتك واقفه غلط في الملعب، فانا معتمد على الهجمه المرتده. وفي نفس الوقت انت توفر لك انك تلعب على الهجمه المرتده كتير الماتش ده، او ان انت عرفت تخلق فرص ان انت توصل في مساحات في ظهر لعيبه النادي الاهلي، لكن الاسماعيلي ما عرفش يستغلها. ودي تقريبا كانت مشكله الاسماعيلي في الفتره دي او الموسم ده كله، ان هو ما بيعرفش يستغل الفرص اللي عنده. انت لو بصيت على الاسماعيلي الموسم ده كله هتشوف ان الاسماعيلي كان بيبقى متقدم في المباراه يا اما يتعادل يا اما يتغلب. ليه؟ لان الاسماعيلي ما بيعرفش يكمل المباراه على نفس الريتم. ودي كانت مثلا مشكله موجوده عند الزمالك لغايه الماتش الاخير، ان هو قدر طول ال 90 دقيقه يفضل ثابت على نفس الاداء، اداؤه ما ينزلش. لكن